هل مصر مهتمة بالناس التعبانة اللي الدنيا جاية عليهم ولا سايباهم كده لوحدهم يواجهوا الأزمات؟ أنا مصطفى الغريب ودي فيديوهات السؤال الصح. خلينا في البداية متفقين إن السؤال مشروع ومن حق أي مواطن إنه يسأل، وخصوصا لو كان السؤال ده متعلق بحياته اليومية أو مشاكله أو حقوقه. بس خلينا هنا نحط خط ما بين المشاعر والعقل. هتقولي إزاي؟ أنا هقولك. يمكن لا يخفى على أحد الأزمة الاقتصادية العالمية اللي بقالها كذا سنة واللي لسه مكملة. نتمنى طبعا إن هي ما تطولش لأن العالم رايح على حتة مش حلوة. بس خلونا نسيب العالم على جنب ونيجي لأم الدنيا ونسأل سؤال مهم: هل مصر اتأثرت بالأزمات؟ طبعا اتأثرت. طيب نروح لسؤال أهم: هل مصر سابت ولادها في مواجهة الأزمات ولا عملت لهم حاجة؟ أنا هجاوبك، بس روح هات كوباية الشاي الحلوة بتاعتك وتعالى اسمع على رواقة. خلينا نبدأ بموازنة مصر العام 2022-2023. الموازنة حملت اسم الجمهورية الجديدة: دعم نظم الحماية الاجتماعية والالتزام بالاستحقاقات الدستورية. ودي طبعا باين من اسمها إن الحماية الاجتماعية على رأس أولوياتها. ويمكن هنا مش هنتكلم عن الموازنة لأننا اتكلمنا عنها قبل كده في فيديو لوحده، هسيب لكم اللينك بتاعه في التعليقات. موازنة مصر العام 2022-2023 كان أهم بنودها بند الحماية الاجتماعية. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء كان نشر تقرير سلط فيه الضوء على الموازنة. الموازنة دي بتعتبر هي الأعلى إنفاقا على تحسين جودة حياة المواطن والاستثمارات التنموية، وده بعد هيكلتها لمواجهة سيناريوهات الأزمات العالمية. موازنة 2022-2023 شهدت زيادة الدعم للتعامل مع تداعيات الأزمات العالمية. ولازم تعرف إن مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بلغت حوالي 356 مليار جنيه، وده مقابل 311.5 مليار جنيه في موازنة 2021-2022، وده بنسبة زيادة 14.3%. في رقم مهم لازم تعرفه: 90 مليار جنيه، رقم كبير جدا صح؟ طب عارف ده ايه؟ دي المخصصات المالية لدعم السلع التموينية ورغيف العيش. وكان في كمان 22 مليار جنيه لتمويل برنامج تكافل وكرامة، وده لتقديم دعم نقدي شهري ل4 مليون أسرة، من ضمنهم 450 ألف أسرة جديدة للبرنامج. كل الأرقام دي بس علشان الدولة تخلي محدود الدخل محمي اجتماعيا. في 2 مليار جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال، وعندك 3.5 مليار جنيه تكلفة توصيل الغاز للمنازل، وده بيستهدف توصيل الغاز ل 1.2 مليون أسرة. عندك تكلفة الدعم النقدي ودعم المرافق للإسكان الاجتماعي 7.8 مليار جنيه، ده بيستهدف دعم 120 ألف وحدة سكنية. وعندك زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 12% علشان تبلغ 400 مليار جنيه في 2022-2023 مقابل 357.1 مليار جنيه في 2021-2022. وشملت الجهود دي تطبيق زيادة المرتبات في أول إبريل 2022 بدل من أول يوليو، وبتكلفة 8 مليار جنيه سنويا. وتم زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وده بتكلفة 18 مليار جنيه من أول أبريل 2022، ده بجانب تخصيص 190.6 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف زيادة المعاشات بنسبة 13% في أول أبريل 2022. كمان تم تخصيص 8 مليار جنيه تكلفة سنوية لزيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، وده من 24 ل 30 ألف جنيه للتخفيف على المواطنين. ده بجانب إنه لسه من فترة قريبة كان في علاوة استثنائية لغلاء المعيشة، وده للعاملين بالدولة والقطاع العام وأصحاب المعاشات قيمتها 300 جنيه. انت ممكن تبص لل 300 جنيه دول وتقول مبلغ عبيط، لكن ال 300 جنيه دول في الاخر مجموعهم هيكون مبلغ كبير جدا جدا. بعد الارقام دي تعرف بسهوله ان الدوله كانت وما زالت مهتمه بالناس وبتسعى بكل طاقتها انها تساعد في مواجهه الازمه الاقتصاديه العالميه. وهنا السؤال الصح يكون: لو ما كانتش الدوله عملت كل الحاجات دي لمساعده المواطنين، تفتكروا الوضع دلوقتي كان هيكون عامل ازاي؟ سلام.